ذكرنا أنه قبل 800 عام تقريبا حدث جلل أمر أفزع أهل المدينة في 654 هجرية بالضبط مثل هذه الأيام. صحيوا أهل المدينة على أصوات مفزعة مثل أصوات الرعد وهزات متتالية. هذا هو الزلزال أبو فهد. الزلازل، الهزات والأصوات كانت أصوات زلازل، وهذا الزلزال شق الأرض شق. هذا هو إيش يا أبو حمزة؟ هذا الصدع ما يقارب 700 متر الآن. حتشوف أشياء إلى 20 متر عمق. يا سبحان الله، يصل عمقها 20 متر. الأرض فعليا مقسومة في المدينة إلى قسمين. طبعا يا شباب 654 هجرية هذا عام عجيب على أهل المدينة، حدث فيه الزلازل والبراكين. وفي رمضان من نفس العام احترق الحرم. المسجد النبوي عبر التاريخ انحرق مرتين، المرة الأولى في نفس العام اللي حدثت فيه هذه الزلازل والبراكين في 654 هجرية في رمضان احترق الحرم، واحترق مرة أخرى في العام التاسع في وقت مؤرخ المدينة الإمام السمهودي. وبعد هذا التاريخ بسنتين حدث جلل هز العالم الإسلامي، سقوط بغداد على يد المغول في 656 هجرية. أظن الآن صار عندكم تصور على وقت حدوث هذه الزلزال والبركان. يا جماعة الخير، احنا نمشي في مكان عجيب. شوفوا أنا الآن قفزت من ناحية إلى ناحية، شيء عجيب. يوم أقول لكم المدينة حديقة جيولوجية، صدوع زلزالية، براكين، حمم، شيء عجيب.